نشرة أهم المواضيع لهذا اليوم. برشلونة يبرم صفقة جديدة في ضم إنجو مارتينز قلب دفاع ريال سوسيداد، وأمن الإعلان عن الصفقة سيكون خلال ساعات. الشلهوب يعانق الهلال سنة إضافية برغبة إدارة النادي والجماهير على الرغم من تقدم عمره الذي يبلغ 36 عاما. كريستيانو رونالدو إلى مقدونيا مع بقية اللاعبين ولكنه لن يلعب غدا في السوبر الأوروبي. حدد النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو موقفه من إمكانية توليه تدريب منتخب بلاده لكرة القدم في المستقبل. تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: بذلنا قصارى جهدنا خلال الفترة التحضيرية من أجل الاستعداد للفوز على ريال مدريد ورفع أول لقب لنا في الموسم الجديد في مقدونيا. التعادل يحسم المواجهة الودية بين النصر والشباب على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود استعدادا لمنافسات دوري جميل. أعلن نادي النصر الإماراتي اجتياز البرازيلي مارسيلو سيرينو الفحوصات الطبية بنجاح وتوقيع عقد انضمامه رسميا لصفوف الفريق الأول. أحرزت البحرينية ذات الأصول الكينية روزو شيلمو الميدالية الذهبية في سباق الماراثون أمس الأحد ضمن بطولة العالم للألعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة البريطانية لندن. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.